فترة متأخرة منذ 7 شهور تقريبا. معانا تليفون. معانا محمد أحد العمال اللي اعتصموا النهارده أو اللي وقفوا في الوقفة ونزلوا الملعب. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا كابتن حازم، يا راجل يا محترم يا دولي يا كابتن مصر. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يبارك. طب محمد قول لي انت في الامن في النادي، يعني من غير ما نقول اسامي بالكامل. مراقب امن بالنادي طبعا. طيب ايه اللي حصل النهارده؟ ايه اللي وصل الموضوع ان تنزلوا الملعب؟ يعني دي اول مره اعتقد في التاريخ ان تنزل يا حد. كابتن حازم احنا اقتحمنا الملعب وما نزلناش وما رضيناش وابينا ان نبوظ التمرين عشان الفرقه دي برضه فرقه النادي الاهلي، واحنا ما بوظناش تمرين يا كابتن حازم وما اقتحمناش ملعب. احنا وقفنا بكل ادب واحترام في اتراك الملعب ولا تقتحم الملعب. طب انا عندي صوره جت من جريده الوطن ان في، يعني شايف اعداد كتيره نزلت الملعب جوه الملعب النجيله. بعد التمرين يا كابتن حازم. ده كان بعد التمرين. طيب ايه ليه نزلتوا يا محمد؟ خلينا بس في السبب، يعني نزلتوا ليه؟ ايه السبب؟ اتفضل. بما ان حضرتك راجل لاعب دولي سابق وراجل كابتن مصر كبير وراجل عضو مجلس اداره سابق، ازاي عضو مجلس اداره محترم يطلع على الهواء بقناه محترمه وان العمال والموظفين ما لهمش حاجه عندنا؟ يعني احنا لينا 7 شهور و4 شهور ميزانيه، شهر صندوق، شهر عيد، شهر اللي هو بتاع البطوله الاخرانيه، 7 شهور يا كابتن حازم. طب هو انتوا نزلتوا عشان في عضو مجلس اداره قال مالكوش حاجه، ولا انتوا كنتوا كده يعني اعتصمتوا؟ يا كابتن حازم حضرتك احنا عرفنا ان في فلوس دخلت النادي. كل لاعب خد قبل ما يسافروا كابتن حازم تونس، كل واحد لاعب في ايده خد 40,000 جنيه في ايده، ولما رجعوا امبارح الصبح كل لاعب خد ربع مليون جنيه في ايده. ياخد، انا مش معترض يا كابتن حازم ان شاء الله ياخد 10 مليون، ولكن انا كابتن حازم انا واللي زيي نعمل ايه يا كابتن حازم؟ نعمل ناكل انا يا كابتن حازم. اللاعب يا رب يديله 10 مليون، ده مش قصتي. انا بتكلم انا كراجل موظف في النادي الاهلي، كموظف في النادي الاهلي اعمل ايه؟ انا بقالي 7 شهور بدلات ومستحقات في النادي الاهلي وما خدتش حاجه يا كابتن حازم. هاكل الاهلي منين؟ معلش خليني بس افهم، هم 7 شهور يعني كل شهر ما بتاخدش، ولا ليك بدلات بمعدل 7 شهور؟ بيلاقي يا كابتن حازم حضرتك شهرين ميزانيه من السنه اللي فاتت، وشهرين ميزانيه السنه دي، وشهر صندوق من اشتراكات الاعضاء، وشهر عيد، وشهر البطوله الاخرين اللي خدوها يوم السبت اللي فات. طيب احنا مستحملين يا كابتن حازم، احنا مستحملين بقالنا فتره واحنا عارفين ظروف البلد يا كابتن حازم. طيب معلش، هو دلوقتي انت وصلتوا لايه؟ هل في حد من مجلس الاداره قعد معاكم؟ مدير النادي قعد معاكم مثلا؟ انا سمعت انتوا قعدتوا مع سيد عبد الحفيظ، بس سيد عبد الحفيظ في برنامجك المحترم ان اول اللفظ ده يا كابتن حازم، لو في كلاب بتهوهو كانوا عبروها، لو في كلاب بتتكلم كان حد طلع وعبرهم، ولا حد عبرنا ولا حد قال لي حاجه. معلش انا اسف يا كابتن حازم. ان بقول اللفظ ده في برنامجك المحترم، ولكن فعلا احنا كده ما اعطوناش حتى كلاب. طيب دلوقتي يعني ايه الخطوه الجايه؟ يعني انتوا نزلتوا دلوقتي الملعب اتكلمتوا، ايه بقى الخطوه الجايه؟ هتعملوا ايه؟ هتقعدوا مع مثلا مدير النادي؟ هتشتغلوا مش هتشتغل؟ يعني ايه الخطوه المستقبليه اللي ناويين تعملوها؟ يا كابتن حازم احنا حضرتك مش هنعمل حاجه، واحنا لغايه دلوقتي ولا قفلنا باب بمنع اعضاء ولا منعنا اعضاء من الدخول. الخطوه اللي جايه يا كابتن حازم هيبقى فيها يعني الناس، يعني فعلا الناس بتزعل. مجلس اداره واعضاء احنا لغايه دلوقتي مكتفيين ان احنا واقفين وقفه احتجاجيه. طب ممكن اسالك سؤال؟ طيب انتوا ليه رحتوا ناحيه الكوره؟ يعني هم مالهم اللعيبه؟ ما لهاش ليه ما وقفتوش مثلا عند الاداره؟ مال الكوره بالموضوع؟ يا كابتن حازم احنا الملعب قدامنا من غير صوره يا كابتن حازم، احنا الملعب لو حطيت رجلك بقى في الملعب احنا ما رضيناش نخش تمرين ولا نبطل تمرين، احنا احترمناهم وسقفنا لهم وقلنا لهم متشكرين يا ابطال افريقيا. ولكن يا كابتن حازم انا لاعب ياخد يا كابتن حازم ياخد 10 مليون، مش قصتي. يا رب اديله 20 مليون، بس انا موظف. وانا عامل اكل اقل مني يا كابتن حازم. لما 7 شهور لايحه يا كابتن حازم، لايحه نادي، سيستم نادي، وانا صبرت عليك كنادي وقلت ظروف البلد واقعه لغايه ما جات لك فلوس بتدي الناس، بتدي اللعيبه اديهم، بس انا راضيني. انا جاي منين يا كابتن حازم؟ لا طبعا اتمنى ان شاء الله محمد الدنيا تتصلح، وانت عارف الدنيا كلها يعني في مصر كلها ازمات ماليه في جميع الانديه. انا بشكرك شكرا جزيلا، يمكن احد العاملين في النادي الاهلي في الامن، وكان بيشرح لنا ايه اللي حصل النهارده، انها حاجه جديده وغريبه شويه.